الله الوطن الملك. اكيد حماس كبير على مستوى المدرجات مع النشيد الوطني، وكذلك تحيه كبيره من خلال تيفو الذي كتب فيها المغرب والمنتخب المغربي هو الرائد على المستوى الافريقي. المنتخب المغربي الذي كان حقق حلم ملايين ليس فقط المغاربه ولكن العرب والافارقه بوصول والعبور للدور نصف النهائي. المنتخب المغربي كان من الاربعه الكبار، هذا يدعو للاعتزاز والافتخار. اكدنا للعالم ان المستوى ليس مغربيا بحماس وبتفاني وبروح وطنيه قل نظيرها. بسرعه سنقدم تشكيله ديال المنتخبين. المنتخب الوطني المغربي يدخل المجموعه التاليه: ياسين بونو في حراسه المرمى، باقي اللاعبين نصير بزراوي، نايف اكرد، العميد غانم سيس، اشرف حكيمي، عز الدين أولاحي، تواجد سفيان أمرابط، بلال الخنوس، حكيم زياش، سفيان بوفال ويوسف نصيري. على مستوى الهجوم هذه التشكيله الرسميه ديال المنتخب الوطني المغربي. في الوقت اللي على مستوى الاحتياط هناك مدير محمدي المهدي بن عبيد كحارس، جواد يميق، عبد الرزاق حمد الله، اشرف داري، عبد الحميد صابري، انس الزروري، زكريا ابو خلال، عبد الصمد الزلزولي، بن جميل بوشواري، وليد شديره، ايوب عمراوي، عمران لوزه، عبد الكبير عبقر ويحيى عطيطله. هذه هي التشكيله الاحتياطيه ديال المنتخب الوطني المغربي. امامنا طاقم تحكيم سفيان امرابط لاعب فريق، ولو ان وليد القلاقي اختار بان بلال الخنوس ان يكون حاضر في بدايه هذه المباراه. أولاحي يحاول يمرر التمريره. اشرف حكيمي، هناك خطا بالفعل، كان تدخل ديال اليكس نيكولاو. 7 ساعات في هذا اللقاء. تبعد المحاوله، حكيم زياش رفع الكره، فرصه وتدخل الدفاع، ابعاد الكره. الدوري البرازيلي انتهى بدايه نوفمبر الماضي. انطلاقات وسرعه فينيسيوس جونيور، تدخل ممتاز. المنتخب البرازيلي من الجهه اليمنى وسط لاعب ايمرسون، حكم كبر خطا. الدوريات الكبرى على المستوى الاوروبي يمتص الحماس ديال المنتخب المغربي. حكيم زياش، تدخل الريان القطري. هناك خطا بالفعل، هناك خطا. حكم المساعد رفع الرايه، وبالتالي كان خطا. حكيم زياش كيرفع الكره، فرصه على مستوى الاخطاء وكذلك على مستوى الزاويه بشق الكره من الجهه. فرصه تمريره زياش، تسديد وتدخل. استرجع الكره بشكل ممتاز. حكيم زياش عند سفيان بوفال محاوله المراوغه. لاحظوا العوده ديال لوكاس تورينتينو وفينيسيوس. كره خطيره دخول داخل المنطقه الجزاء، وتبع عند لوكاس تورينتينو، خطيره، فرصه خطيره لفائده المنتخب البرازيلي. كره مشات فوق المرمى، ابرز محاوله تجاه لاعب اليكس نيكولاو، كره بعيده خارج عن فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. نصير بزراوي، ولكن واوروبا في الوقت تبع هذه المحاوله لممثل القاره الامريكيه الجنوبيه. منتخب البرازيل تدخل واسترجاع هذا المباراه. تبادل المحاوله وسط فينيسيوس جونيور، يوسف نصيري، فرصه مرات جانبا، فرصة الهدف مرات جانبا بواسطة نصير بزراوي، هو اللي كان وراء الكرة الأخيرة. تمريرة ممتازة. برشلونة في الوقت تبادل محاولة المنتخب البرازيلي جانبا، كرة طويلة لابد من إبعاد الكرة. ياسين بونو كنقول انه بقميص المنتخب الوطني المغربي. اشرف حكيمي استرجع الكره بشكل مبين. خروج ياسين بونو، خروج خاطئ والهدف الاول لفائده المنتخب البرازيلي في الوقت اللي هناك الوطني المغربي، وبالتالي الغاء الهدف ديال فينيسيوس جونيور. كان متابع خطا، كان هناك تدخل، محاوله بلال الخنوس والبحث عن الضربات الرأسية. لعبت كره دائريه، فرصه، خروج الحارس، فرصه بوفال، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي وسط سفيان بوفال. يضع كره في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات، فرحه كبيره للجماهير المغربيه. كره طويله في اتجاه لاعب فينيسيوس، خروج ياسين بونو، خطا، تدخل ليس بهذا الشكل، وهذا كيبين النرفزه الان من طرف لاعب والمدافع علي. تمريره، فرصه حكيم زياش، فرصه الهدف. حكيم زياش كان بامكانه يضع الكره في الشباك، لعبات بطريقه ممتازه. لاحظوا رده فعل ديال وليد القلاقي، خد جزاء، تسديده، تدخل الدفاع. حكيم قائم جوله اولى مثاليه، فرصه اخرى لفائده المنتخب الوطني المغربي. عز الدين يسرى، فينيسيوس جونيور، واشرف حكيمي.
فينيسيوس جونيور كانت خطيره، هذا تسديده مشات فوق المرمى للفرحه اللي يقولوا كل المغربات لعبت الكره. عز الدين أوناحي يمكن يرفع الكره بالفعل، ترفعت عز الدين أوناحي. شنو يعمل عز الدين أوناحي؟ تمريره فرصه، سفيان بوفال ما تمكنش من التسديد وبالتالي كتضيع ممتازه. يعني القراءه ديال محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي كان تدخل ديال سفيان امرابط الحكم كيعلن على خطا لفائده المنتخب. تدخل المنتخبين الى ارضيه الملعب في الوقت كنتابعوا هذه الاجواء الجميله هنا بطنجه. والوطني المغربي مره اخرى اشرف حكيمي حاول الرهو، تسديده قويه لحكيم زياش ولكن الكره كتمشي بوفال عند نصر المصراوي وحاول يمرر واشرف حكيمي حاول يمرر في لاعبي يوسف النصيري كبار. لكن هذا تدخل ممتاز ياسين بونو، ردة فعل ياسين بونو بعد تسديده قويه لرودريغو سيلفا. لعبت كره دائريه راسيه. اشرف حكيمي فرصه بيد المنتخب المغربي، انطلاقه على مستوى الوسط. سفيان امرابط لاحظوا ثلاثه ديال اللاعبين، هناك خطا واضح وبفائده المنتخب الوطني المغربي. بلال خنوس دخل داخل المنطقه البرازيلي. فرصه عز الدين أوناحي وتدخل الحارس ويفرتون اللي بعد الكره. عز الدين أوناحي تسديد فينيسيوس جونيور، تدخل سفيان امرابط. دفاع دائما فرصه، تدخل وابعاد الكره ممتاز. غانم سيس يتدخل ويبعد الكره للزاويه خلال هذه النسخه العالميه. جونيور داخل منطقه جزاء كانت خطيره هذه المحاوله. لعبت الكره دائريه، لابد من ابعاد الكره بالراس بالفعل. سانتوس وكذلك رودريغو، فرصه داخل منطقه جزاء، تدخل منطقه جزاء. لعبت الكره الراسيه خطيره لابد من محاولة تدخل رائع في الوقت اللي الحكم المساعد. رفعت الكرة داخل منطقة جزاء، فرصة أخرى خطيرة في منطقة جزاء. رفعت الكرة في القائم الثاني، تدخل أمام يوسف النصيري خطيرة وهدف. هدف تعادل لفائدة المنتخب البرازيلي، هدف بواسطة العبيد كاسيميرو. ياسين بونو كان بإمكانه أنه يحصل الكرة ولكن الكرة كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف أول لفائدة المنتخب البسيط بالنسبة للعناصر الوطنية. لعبت كرة دائرية، فرصة تدخل، رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل فعل الكرة خرجت. هذه يعطي ترفع الكرة، فرصة هدف هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي، هدف ثاني بواسطة اللاعب الصابري. السلام عليكم اخوان اخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في الفيديو. كيف ما لاحظنا اليوم الاخوان المنتخب المغربي قهر المنتخب البرازيلي بجميع النجوم ديالو. اليوم تبين لنا بالملموس ان المنتخب المغربي فريق قوي، والمنتخب ديالنا كيتوفر لاعبين من الطراز العالمي. يعني هاد اللاعبين حمروا لنا الوجه، حمروا الوجه للشعب المغربي، ما خيبوش الجماهير اللي حضرات، لعبوا بالكرينطاق، لعبوا بالحماس. يعني لا خوف على أسود الأطلس. اليوم قدموا مقابلة تاريخية. اليوم المنتخب المغربي أول منتخب عربي غادي يربح البرازيل، يعني مقابلة تاريخية. يعني ما علينا حنا كمغاربة نكونوا إلا فخورين بزاف بهذا المنتخب الوطني. شكرا بزاف لوليد الركراكي اللي عرف يخلق الكرينطاق بين اللاعبين المغاربة. يعني اللي اعتمد اليوم، لاحظ اليوم اعتمد